مطلوع مغنية الغنية عن التعريف. اليوم جبتها لكم مع جميع اسراره، كيفاش يجي محمر هاد التحميره الشابه، كيفاش يجيو هذوك الخيوط لداخل. شوفوا لي كيفاش داير كي القطن، يجي بزاف بنين. اليوم جبتها لكم بمقادير مضبوطه تاع زوج مطلوعات، يعني زوج خبزات تاع كوشه يكونوا كبار. نقول لكم السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس، وجيبوا البسينه تاعكم ورواحوا بسم الله. نديروا 5 كيسان تاع الفرينه معمرين مقبين كما راكم تشوفوا، يعني معمرين غايه. واول سر نتاع خبز مغنيه هو الكوشه، يعني ما طيبوش في كوشه نارها قليله ولا في الكويزينير، خاصكم هذيك الكوشه تاع الحديد نتاع تلمسان، هي اللي تصلح لهذا المطلوع باش يجي منفوخ ويجي ما شاء الله. هنا بعد ما درت 5 كيسان تاع الفرينه معمرين مليح، ندير مغرف كبيره معمره مليح نتاع الخميره تاع العجين، ومغرف كبيره نتاع السكر، ونص مغرف كبيره نتاع الملح ما نديرهاش فوقهم، نديرها هكا جانبا. خلطوا هذيك الخميره والسكر مع الفرينه، كشغل الفرينه تاعنا نهويوها ونجيبوا الماء من الماء عطيتها لكم بالعبر. شوفوا ديروا الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف باش ما يخسرلكمش الخميره وما يكونش بارد. وبنفس الكاس اللي عبرنا به الفرينه نعبر به واحد ماء كيما هكا، ماء دافي، ونزيد الكاس الزوج، ونزيد الكاس الثالث. انايا نخلط وفي نفس الوقت غادي نزيده. شوفوا بالنسبه للمبتدئات ما خاصكمش تجروا العجينه تاعكم باش تقدروا تحكموا فيها. كما هكا لكات الفرينه تاعكم تتشرب 3 كيسان كافيه، يعني 3 كيسان طميها مليح وصاي. انا حسيتها شويه خاصها، زدت من الكاس الرابع غير شويه، غير ربع، ماشي حتى ربع، غير شويه، يعني 3 كيسان وشويه تاع الماء دافي. وطميت العجينه تاعي هنا مبدئيا، كاع ما ندلكوهاش في الاول، رانا غير نلموها يعني باش نتحصلوا على عجينه، هذا مكان ما ندلكوها ما والو، ونبلعوا عليها ونخلوها تريح. كما هكا لميتها، نهود لها كاع هذوك الجناب اللي في الباسينه، وغادي نبلع عليها ونخليها 10 دقائق ونوليها. هنايا بعد ما فاتت 10 دقائق جيبوا شويه تاع الماء دافي تغطسوا فيه غير يديكم، يعني صاي ما نزيدوش نكبوا الماء، ما خاصناش نجروها، ونقعدوا بهذه الطريقه. شوفوا البنات ما ندلكوش هاد العجينه كاع ما تندلكش، ندربوها كشغل من التحت للفوق، راني نطلع هكا ندرب فيها. دوك واحد المقطع نخلي لكم فيه الصوت باش تفهموا. كما هكا البنات، شوفوا هذيك العجينه كشغل تخبطيها، ترفديها هكا وتخبطيها على الباسينه، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هكا راني نطلع ونخبط العجينه على الباسينه، هذا مكان بلا ما ندلك، بلا ما ديروا هذيك البونيه، بلا والو. شوفوا يديا غير ندخلهم في الماء ونخرجهم، يعني غير نفخ يديا، ما نكبش كاع الماء في العجينه. انايا هذا المقطع ما سرعته لكمش باش تفهموا مليح، يعني راها واضحه. شوفوا طريقه سهله مهلا، نقول لكم غير تبعوها وتبعوا النصائح، غادي تنجحوا فيه من اول تجربه. وش هي؟ لازم يكون عندكم الفور مليح، يعني النار تاعه قويه. شوفوا هنايا هذه التضريبه الاولى، وراها دير الفقاعات، يعني تشوفوا العجينه نتاعكم دير واحد الفقاعات ما شاء الله، تعرفوا باللي راها ناجحه. المهم هنايا التضريبه الاولى ضربوها مليح، تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، ضربوها غايه. وغادي نبلعوا عليها ونخلوها عاود ربع ساعه واحده اخرى ونولوا لها. يعني هاد العجينه كاع تدينا غير 2 خطرات تاع تضرب، الاولى ما نحسبوهاش، الاولى غير طمينا غطيناها، عاود ولينا لها كما هكا دربناها، عاود غادي نغطوها ونعاود نولي لها الضربه الزوجه. هنا نخليها تريح 4 ساعه. شوفوا هنا بعد ما فاتت 4 ساعه والعجينه تحسوها ضعفت شويه الحجم نتاعها، كيف نجيبو هنا الماء دافي ونغطسو غير يدينا، ما نكبوش كاع الماء دافي، هكا تغطسي غير يديك باش ما تبقاش تلاصق في العجين وصاي. وندربوها بنفس الطريقه كما هكا. في هذه المرحله تاني عطوها حقها في التضرب، واحد 4 دقائق هكا حتى 5 دقائق، ضربوها غايه. تتشوفوها كما راكم تشوفوها دير الفقاعات، وهذا هو السر النجاح نتاعها، كي تتدرب مليح بلا دلك بلا والو، بلا ما تستعملي هذيك البونيه بلا والو، يعني طريقه سهله مهله ما فيهاش كاع التعب. في هذه المرحله سرعت لكم هكا باش الفيديو ما يجيش طويل. المهم ضربتها مليح ونعاود نغطيها وصاي، دروك نخليها تخمر. تتشوفوا العجين نتاعكم ضعف الحجم نتاعها، انا عليها نبغي نعجن في هذه الباسينه هكا شفافه، تعجبني هكا باش كي يخمر العجين نعرفه باللي خمر، نشوفها غير من الباسينه ما نضلش نحل عليها. وغطوها هكا، دفوها وخلوها تخمر في خاطرها تقريبا واحد 50 دقيقه ولا هكا. المهم كي تشوفوها صاي طلع العجين تاعكم وضعف الحجم تاعه، شوفوا كي راه داير لي هذوك الفقاعات، راه ما شاء الله. في هذا الوقت نجو نقطعوها، جيبوا السميد رطب، ماذا بكم البنات رطب. وهنايا عندي هاد البلاوات تاع الكوشه، شوفوا باش يبقاو يطيبوا لكم غايه، خلوهم يتحرقوا، خلوهم يكحالوا كيما شفتوا تاعي، يعني ما تحكوهمش باجاكس ولا
بلاوات تاع الخبز نخلوهم يكحالوا ونديروهم سبيسيال غير للخبز. كيما هكا جيبوا المدافي تاعكم، نهودوا الجناب تاع العجين ونقسموا العجين نصفين، نديروه في هذاك السميد رطب، هكا نسمسلوها مليح على السميد رطب ونرفدوها، نقلعوا هذاك الزيت ونحطوها في البلا اللي طليتها مليح بالزيت، كتروا لها الزيت هكا باش ما يلصق لكمش. كيف العجين الزوجه هكا نقطعها نديرها في السميد الرطب، نرمدها مليح في السميد ونرفدها ونديرها في البلا. شوفوا كي درتها في البلا ما قرصتهاش تمتم، خلوها تريح واحد 2 دقائق، هذا ما كان باش تجيكم سهله في التقراص. كيما هكا حطيتها في البلا ونديها ونجبد الاولى، هذه الاولى اللي حطيتها نبدي نقرص فيها هكا. سرحوها سيو ترقوها شويه، ماشي كاع رقيقه بزاف بصح سيو ترقوها لخاطر تعاود تزيد تطلع، نعاودو نزيدو نخلوها دروك تخمر في البلا تطلع مليح، وكي نطيبوها تطلع معانا غايه. شوفوا نتوما لا ما عندكمش كيما هاد البلاوات الكبار تقدروا ديروا 3 خبزات متوسطين، يعني هاد العجينه تخرج لكم 3 متوسطين. سعفوا العجينه تاعكم مليح هكا وسرحوها على البلا وتقبوها تقبه في الوسط، يعني لازم تقبوها هذيك التقبه في الوسط ونغطوها ونخلوها تخمر. كي تشوفوا هذيك التقبه صاي تبلعت والعجينه طلعت تعرفوا باللي الخبز تاعكم صاي يخمر. انا ما غاديش يدي لكم الخمور بزاف، واحد 10 دقائق 12 دقيقه ولا واحد ربع ساعه، المهم ما يفوتش ربع ساعه. في هذا الوقت راني مسخنه الكوشه تاعي مليح لتحت والفوق، النار تاعها قاويه، الكوشه تاع السعاده تاع تلمسان. انايا السر باش يجي هذاك الاحمرار، جيبوا هكا شويه ما عادي يعني ورشوه من الفوق هكا بيديكم، ورشوه من الفوق وزيدوا عاودوا كبروا هذيك الثقبه اللي في الوسط اللي تكون تبلعت، رشوه مليح ودخلوها في الفرن اللي يكون سخون شاعل تحت مجهد والفوق مجهد. وشوفوا في الساعه طابت معايا، ما تديش الوقت بزاف خاطر الكوشه كانت سخونه، طلعت غايه تنفخت غايه. وشوفوا لي الاحمرار، احنا لازم يكون احمر كيما هكا. كاين اللي هاد الاحمريه تبان لهم كشغل راه محروق، لا البنات ما راهش محروق، راه محمر مليح، لازم يتحمر غايه. انا راه عاد سخونه وقصيتها معاكم، وشوفوا لي هذوك الثقوب وهذوك الخيوط كي تطلعي هكا العجينه تشوفي الخيوط لداخل، يعني شوفوا عجينه ناجحه ما شاء الله، وخبز خفيف مالغري هكا طالع، يعني تشوفوها شوفوا محمر غايه، تشوفوه طالع تحسبوا بلي راه فيه اللباب بزاف، بصح هذاك اللباب تاعه خفيف ماشي معجن، كي القطن كي البونش. شحال ما شكرت لكم فيه حتى تجربوا وتردوا عليا. بنات تلمسان راهم عارفين واش راني نهضر، اللي يعرفوه عارفينها باللي خبز ناجح 100%. شوفوا يا البنات هذا الخبز تشهر باسم مدينه مغنيه، يقولوا له مطلوع مغنيه، بصح في الحقيقه كاع في تلمسان يديروه، خاصة الرمشي لي زونفيرو تاع الرمشي سيدي بونوار اللي نحييهم، مسيردة مغنية تونان في طريق دار بنطاطا السبدو، يعني بزاف مناطق يديروه القبائل تاع تلمسان ويجي ما شاء الله. نقول لكم جربوه خفيف طوب مع حريره ولا شربه في رمضان. شوفوا البنات انا في رمضان دائما نعجنه روطار وخاصني نطيبه مع المغرب، يعني المغربي قريب يأذن وانا نجبده سخون ياكلوه سخون. نقول لكم شهيتكم في جنه، جربوه خفيف بزاف وناجح من اول تجربه. واللي وصلت معايا هنا نهايه الفيديو نقول لك اختي ما تنسيليش هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم، بارطاجيو لي الفيديو فضلا وليس امرا، والى فيديو قادم. السلام عليكم.